طاجن لحمة بروايح الزمن الجميل. لو عايزة تاكلي لحمة كده زي ما كنتي بتاكليها في بيت جدتك كده وبيت والدتك، الروايح الحلوة بتاعت زمان دي اللي من غير أي حاجات إضافية، الحاجات اللي كنا بنقعد كده نتلم عليها كلنا على طبلية واحدة. تعالوا النهاردة هعمل لكم أحلى طاجن لحمة ممكن تاكلوه في حياتكم، هيفكركم بروايح الزمن الجميل. أول حاجة طبعا لازم نعرفها إن اللحمة ما بتتغسلش. عايزة تحطيها كده تنقعيها في لبن من قبلها بيوم وتاني يوم تصفيها، تمام. أنا هنا كنت جايبة لحمة من الحتة بتاعة السن، فكانت طرية جدا جدا، محتاجتش صراحة إن أنا أحطها في لبن. طلعتها تفك في التلاجة من قبلها بيوم، جيت هنا حطيت بقى حتة سمنة بلدي وحطيت فيها اللحمة عشان تتشوح. لازم تاخد اللون البني الحلو ده عشان تاخدي أحلى لحمة، طعم وشوربة كمان. زي ما انتم شايفين قلبتها على الناحية التانية لما خدت الوش الجامد ده. هنا بقى خلاص اللي الوشين خدوا نفس اللون، احط بقى هنا توابل مشكلة، حبهان، ورق لورا، قرنفل حوالي 7 حبات كده، وملح. وحطيتهم بقى كده، احط بقى كل اللحمة مع بعضها وهقلب بقى الكلام الحلو ده كده مع بعضه. لو ما عندكيش توابل مشكلة تقدري تحطي فلفل اسود بس. زمان ما كانش عندهم اي توابل غير الفلفل الاسود والكمون وبس على كده. حطيت هنا بقى بصلاية كاملة وطماطماية كاملة، شقتهم كده 4/4 من فوق. بجد الطماطم بتدي طعم حلو جدا جدا للشوربة واللحمة، جربوها لو انتوا ما بتعملوش كده. هنا بقى ابتديت ان انا احضر البصل اللي انا هحطه في الطاجن او في الصينية بتاعتي بتاعت اللحمة، وسبت اللحمة تستوي على نار هادية. دايما سووا الحاجة بتاعتكم على نار هادية تاخدوا احلى نتيجة. جبت بقى الطاجن او الصينيه بتاعتي زي ما انتوا عايزين. انا ما عنديش طاجن كبير على قد اللحمه تبارك الرحمن، كانت اللحمه يعني 2 كيلو، فما كانش عندي طاجن الفخار، كان صغير يعني. فجبت هنا بقى صينيه كده ستانلس كبيره، حطيت فيها 4 بصلات حلوين جدا علشان كميه اللحمه، وحطيت شويه سكر وكرملتهم. وبعد كده حطيت الطماطم بتاعتي وسبتها تتسبك نص تسبيكه كده. شايفين اللحمه عامله ازاي دايبه؟ هو ده السوى اللي انا عايزاه. ما بطلعش اللحمه من الشوربه الا وهي دايبه كده. هنا بقى الخليط بتاعنا ده البصل والصلصه اتسبكت كده نص تسبيكه ولسه فيها سوائل. هحط بقى فيها اللحمه كده واقلبها علشان بعد كده ادخلها الفرن. اللحمه كده تدوب في قلب الخليط بتاعنا ده اللي هو الصلصه والبصل. وبعد كده بروح مولعه بقى عليها الشوايه عشان تاخد لون من فوق. شايفين كده منظر اللحمة قبل ما تدخل الفرن؟ خطيرة يا جماعة، خطيرة، والريحة روعة. طلعت طبعا البصل اللي هي كانت البصلة والطماطمية اللي احنا حطيناهم في الشوربة، طلعتها كده وحطيتها في قلب الطاجن علشان ادخلهم كده الفرن. والله يا جماعة نفسي تدوقوا الطعم وتشوفوا شكلها عامل ازاي في الحقيقة، وكمان تشموا الريحة. دخلتها هنا بقى الفرن، وبعد كده هتطلعها عشان تشوفوا بقى شكلها بقى عامل ازاي. شايفين بقى؟ خطيرة، اللحمة دابت كده، دابت اكتر ما هي دايبة في قلب الصوص بتاعنا الحلو ده، الطماطم والبصل المكرمل. ولما دابت بقى ولقيتها خلاص بتغلي، وطيت عليها الفرن وسبتها كده حوالي نص ساعة. وبعد كده ولعت الشواية وبقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى اللحمة عاملة ازاي، بتفك من بعضها، مش بتشد كده. لازم تحرصي دايما زي التكات اللي انا قلتها لكم، ان انتي توطي النار على اللحمة عشان تستوي. بعد ما خلاص عليتي عليها اول ربع ساعة كده والشوربة غلت كده باللحمة، هنوطي عليها بقى ونسيبها. طبعا هنغطي عليها ده اساسي، هنسيبها بقى لما تدوب خالص زي ما انتوا شفتوها. وكمان لما تنزل بقى الصوص ده الجميل ده في الفرن، كل الصوص ده هيخش جوه أنسجة اللحمة وهتاخد من الطعم ده، وكمان هتدوب زي ما انتوا شايفينها كده مش ماسكة في بعضها. تاكلي بقى أحلى حتة لحمة، تعملي بقى جنبها رز، تعملي جنبها طبيخ. أنا اليوم ده عملت جنبها رز أبيض وطبيخ لوبيا وكمان ملوخية، وكل ده هنزله لكم، كل حاجة هنزلها لكم في فيديو منفصل. الفيديوهات دي تنفع جدا لسنة أولى مطبخ، الناس اللي لسه مش عارفة تعمل أكل، وكمان للناس اللي بتعمل أكل تاخد أفكار. بجد تحفة جدا.
هنا بقى الرز المفلفل الجميل القمر ده هنزله لكم باذن الله زي ما قلت لكم في فيديو لوحده، عشان الرز بيطلع معجن منها. حطيت بقى اللحمه بتاعتنا بالصوص القمر ده، شايفين الصوص ده؟ خطير 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 بجد. حطيتها كده على الرز بتاعي، وجنبها بقى الطبيخ بتاعنا، وكلوا احلى حته لحمه ممكن تاكلوها في حياتكم. بجد يا جماعه خطيره خطيره خطيره. واشوفكم على خير يا رب، وباي باي.